إحنا فين دلوقتي؟ السعر الرسمي بالبنك المركزي حوالي 48.24 للشراء و48.36 للبيع، ومتغير بسيط على مدار اليوم. الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوى تاريخي له كان 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الفائت 2025، وده مخزن ذخيرة بيدي ثقل للعملة وقت التقلبات. والتضخم السنوي نازل ل 13.9% في يوليو، وهو تباطؤ للشهر الثاني، وده يقلل ضغوط الأسعار محليا. السوق مسعر خفض فائدة أمريكي في اجتماع 17 سبتمبر بنسبة كبيرة، والكلام حاليا عن 25 نقطة أساس مع احتمال ضئيل ل 50 نقطة. ده عادة يضغط الدولار عالميا، وبالفعل مؤشر الدولار ضعف بعد بيانات تضخم أمريكية هادئة. ده بيترجم لإيه على سعر الدولار والجنيه قريب؟ خلينا عمليين ونحط 3 سيناريوهات قصيرة المدى، أيام لأسبوعين، مش نبوءات، دي احتمالات مبنية على البيانات. السيناريو الأساسي والأول هو احتمال أعلى، الفيدرالي يلمح أو يبدأ في خفض في سبتمبر. الدولار عالميا أضعف شوية، لكن محليا في استقرار مائل للهبوط الضعيف أو الطفيف داخل نطاق ضيق، لأن السي بي إي بيثبت الإيقاع. نطاق مرجح قصير من 48.1 ل 48.5 في شاشات البنوك، وهو تذبذب مالية. ليه؟ ضعف الدولار خارجيا زائد احتياطي قوي زائد تضخم بينزل ويقلل من التوتر. بالنسبة للسيناريو الثاني فهو تشدد مفاجئ، وهو احتمال أقل، الفيدرالي يهون من الخفض أو بيانات أمريكية أقوى من المتوقع. الدولار يقوى عالميا، محليا نرجع لقمة النطاق، والنطاق المرجح هو من 48.3 ل 48.7، تذبذبات أكبر شوية. والسيناريو الأخير أو الثالث هو سيناريو هدوء زائد محليا، واحتماليته احتمالية متوسطة، استمرار تدفق موارد عملة صعبة زائد أخبار إيجابية عن برنامج IMF حتى مع دمج المراجعات وتأجيل بسيط، فيؤدي إلى استقرار أدق وربما ميل نزولي محدود. ملحوظة مهمة: سلوك السعر في مصر مدار ومحكوم إلى حد كبير، فحتى لما الدولار العالمي يتحرك بعنف، السعر المحلي غالبا يمشيها بالراحة داخل قناة ضيقة، وده باين من ثبات شاشات البنوك مؤخرا. إشارات لازم تتابعها يوميا بدون تعقيد: تصريحات أو بيانات الفيدرالي والسي بي آي والوظائف الأمريكية، لأنه أي مفاجأة تغير تسعير سبتمبر فورا. وأيضا تحديث الاحتياطي الأجنبي من السي بي إي أول كل شهر، لأن ارتفاعه بيقلل توتر السوق. والتضخم في مصر، لأن استمرار الهبوط بيزود ثقة الجنيه ويقلل مخاطر القفزات. وأخبار من IMF، لأنه دمج المراجعات الخامسة والسادسة في الخريف، وأي تقدم رسمي بيربح أو بيريح السوق. نصايح عملية سريعة من غير تنظير: لو انت مشتري دولار قصير المدى، اشتري على الانخفاضات جوه النطاق بدل ما تجري وراء القمم، لانه السوق المحلي بيطيف الحركة وغالبا بيرجع. لو هتحتاجه لسفر او تحويلات خطط بدري. لو انت محول من دولار لجنيه مع ترجيح خفض فائدة امريكي، قيم البيع على دفعات بدل صفقة واحدة لو الدولار العالمي اختلف. لو انت مستثمر بالجنيه، تابع عوائد ادوات الدين القصيرة مع تباطؤ التضخم. والعائد الحقيقي بيتحسن نسبيا، وحاول تراقب بيانات التضخم وقرارات السي بي اي. لو انت متابع للسوق بس، خليك على شاشات البنوك الرسمية وعلى القناة ديت، واشترك في القناة عشان الفروقات القصيرة او الصغيرة، ومفيش اي قفزات في العادة من غير خبر تقيل. خلاصة سريعة: دلوقتي حوالي 48.3، الدولار قاعد على القهوة مش بيتنطط، قريب جدا ترجيح استقرار مائل للهبوط الطفيف لو الفيدرالي خفض في سبتمبر. إنما المخاطر
ممكن تكون مفاجآت أمريكية أو تأخير إصلاحي محلي يرفع التذبذب شوية، بس لسه جوا النطاق. والدولار اليومين دول عامل زي واحد ده داخل دايت، نازل بس بالراحة، بس برضه محتاج تتابع الميزان كل يوم.